هل نهاية حزب الله اللبناني قد اقتربت؟ سنجيب على هذا السؤال من خلال هذه الحلقة. قبل المشاهدة رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يأتيكم كل جديد. أهلا بكم في سلسلة حلقات عن حزب الله اللبناني. في الحلقة دي هنستعرض هل يمكن القضاء على حزب الله اللبناني وتخليص الدولة اللبنانية من سيطرته. الحقيقة حزب الله اللبناني هو في حبل سري بيربطه بالجمهورية الإسلامية الإيرانية ونظام الملالي، ولأنه هو تابع لولاية الفقيه، تابع يتلقى أوامر من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، بالإضافة إلى التمويل والدعم السياسي وخلافه. ولذلك إذا حاولت الدولة اللبنانية من رأيي أنا تقضي على سلاح حزب الله، هو أقوى من الجيش اللبناني، هتخش لبنان في حرب أهلية أصعب من اللي مرت بيها من عام 75. قد لا تحمد عقباها، تدفع ثمن غالي. لكن هو حزب الله اللبناني كده لما نيجي نشوف التجارب الدولية اللي حصلت، هو حزب الله اللبناني عبارة عن دولة داخل دولة، لو دولة داخل دولة لها جيش وميليشيات مسلحة أقوى من جيش الدولة. سياسيا هي مسيطرة على القرار السياسي للدولة اللبنانية، يعني من 2008 لهم حق الثلث المعطل، اللي هو بيرفض أو يوقف أي قرار للحكومة اللبنانية. مسيطر سياسيا ومسيطر عسكريا، بالإضافة إلى أنه هو المتمركز في الجنوب، في ضاحية لبنان الجنوبية وسهل البقاع، إذا ليه إقليم يعني شبه دولة. نيجي كده زي ألمانيا الشرقية، أيام ألمانيا بعد الحرب العالمية، عندما قسمت ألمانيا الغربية إلى ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، كانت ألمانيا الشرقية مرتبطة بالاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي كان له ايديولوجيه طبعا شيوعيه، كانت تشبه الايديولوجيه الايرانيه، بس دي اسلاميه او بتدعي انها اسلاميه، ولايه الفقيه، والثانيه كان للحزب الشيوعي السوفيتي واللجنه المركزيه للحزب الشيوعي السوفيتي. كان لها رئيس وجيش وكله يعني، وكانت في حبل سري بيربطها بالاتحاد السوفيتي. حزب الله لو استلهمنا تجربة القضاء على ألمانيا الشرقية وتوحيد ألمانيا الشرقية مع الغربية، الحقيقة اللي هي أولا نسبة فساد الأيديولوجية الإسلامية الإيرانية، ونقضي على نظام الملالي سواء بضربة عسكرية أو بتغيير أو ثورة شعبية. عند ذلك سينقطع الحبل السري ما بين حزب الله ونظام الملالي في إيران، أو بين حزب الله وإيران لن يجد دعم سياسي ولا تمويل، ولا الأيديولوجية نفسها انتهت، اللي هو قائم عليها اللي هو فكرة ولاية الفقيه وحكم الملالي في إيران. دي طريقة الحقيقة، هو ده اللي أنا شايفه للقضاء على حزب الله. تنتهي الأيديولوجية، هيتركوا سلاح زي ما حدث في ألمانيا الشرقية. غير كده أي محاولة لتجريد حزب الله من سلاحه
هي محاولة عبثية ولن تنجح، وهتؤدي إلى عواقب وخيمة على لبنان. تمام كده؟ طيب هي بتختلف شوية، ولو كانت يعني بتتشابه شوية مع حكم العلويين برضو اللي كان تابع لإيران، وكانت دولة تانية روسيا كان في حبل سر برضو، ودعم عسكري ودعم سياسي لنظام بشار الأسد في سوريا تحت ضغط دولي، أو ممكن يجي تحت ضغط دولي تخلت إيران وروسيا عن حكومة بشار، وبالتالي هرب الراجل وهرب انفك الجيش والقوات الأمنية واللي هم من العلويين من أنصار بشار الأسد، وسقطت دمشق والمدن السورية الأخرى بدون إطلاق رصاص تقريبا يعني. إذن دي طريقة تانية. الطريقة التانية بضغط دولي على إيران، وده ما أعتقدش الولايات المتحدة هل هو داخل في التفاوض مع إيران ولا لا في الجهود المفاوضات. لو تم ضغط دولي على إيران وتخلت عن دعمها لحزب الله اللبناني ستضعفه سياسيا وعلى المدى القصير عسكريا، ويتم القضاء عليه أو تسليم سلاحه طوعا. ودي يعني نسبتها بسيطة، لأن أمريكا ربما ما تكونش جادة، أو القوى الغربية ما تكونش جادة في هذا استخدام هذه الورقة في التفاوض مع النظام الإيراني. إن شاء الله أنا عاجلا أو آجلا سينتهي حزب الله، وسيعود لبنان كما كان موحد، جيش واحد، قوات أمنية واحدة، ونكف عن تحميل لبنان هذا البلد العربي الجميل اللي كان مثال للتعايش. الحقيقة مثال للتعايش. وعلى فكرة موضوع حزب الله ده ما كان مش جديد على لبنان. لبنان دائما هذه الدولة الصغيرة الجميلة أنا شايف أن العرب ظلموها. أولا بقرار الجامعة العربية بعد 67 يعني المخيمات الفلسطينية في لبنان، مخيمات اللي موجودة في لبنان للفلسطينيين بأمر من الجامعة العربية. ثانيا إعطاء صفة شرعية لتدخل القوات السورية لحفظ الأمن وبعد اتفاق الطائف في لبنان، وهو كان شبه احتلال الحقيقة. فلبنان تحمل الكثير على الدول العربية ألا تدخل لبنان في هذه الدولة الصغيرة التي لا تتحمل، بل تحملت عبء أكبر منها بكتير، وكان العرب للأسف شاركوا فيه. نتمنى والرئيس السادات الله يرحمه هذا الرجل بعيد النظرة أطلق شعار جميل جدا، قال ارفعوا أيديكم عن لبنان. نتمنى للبنان الشقيق كل خير، وإن شاء الله يعود لبنان كما علمناه وكما عهدناه، وحال الديمقراطية والتعايش والأمن والجمال. سلام عليكم.